امبارح اتفرجت على الفيلم ده اسمه تشندلرز ليست. الفيلم ده بيحكي عن الاحتلال الالماني لبولندا، وان الالمان لما دخلوا بولندا كان كلها يهود او اغلبيتها يهود. وطبعا احنا عارفين كره الالمان لليهود اللي هو كره حتى مش مفهوم. انا بالنسبه لي هما بيكرهوهم قوي كده ليه؟ ما اعرفش ايه الاسباب بصراحه. المهم كانوا بيتعاملوا معاهم على انهم حشرات، ونفس يا جماعه اللي اتعمل مع الفلسطينيين اتعمل معاهم. دخلوا بيوتهم وخدوها بقى يخشوا يناموا على سرايرهم وياخدوا مقتنياتهم الثمينه وهجروهم لمكان تاني. نفس اللي حصل في فلسطين وتهجير الناس لاماكن تانيه، وخدوا بيوتهم ابتدوا بعد كده الاماكن اللي هجروهم ليها بيروحوا يقتلوهم في الاماكن اللي هجروهم ليها. برضو نفس السيناريو. وطبعا بيعملوا سبوت على الاطفال، بيجيبوا الاطفال ازاي بيتعذبوا، ازاي بيستخبوا، ازاي خايفين، عشان طبعا نتعاطف معاهم، وعشان لما نشوف ده هنتعاطف. وانا حقيقي ما انكرش ان انا وانا بتفرج لما كانوا بيعملوا سبوت على طفل وهو بيعيط او خايف او بتاع، انا كان قلبي بيوجعني، لان احنا في الاخر بني ادمين وعندنا رحمه، واكيد حته الطفل دي دايما بتوجع اي حد. ليه بقى اللي اتعمل فيكم بتعملوه في غيركم؟ يعني ليه العذاب اللي انتوا مريتوا بيه؟ وهنقول ان الاجيال الجديده دي ما عانتش المعاناه دي، بس زي ما انا بتفرج على فيلم زي ده وشفت الاجيال دي حصل لها ايه، وازاي كانوا بيتحرقوا، وازاي كانوا بيحبسوهم، وازاي كانوا بيعذبوهم، اكيد برضو الاجيال الجديده دي شافت الكلام ده وعارفه اتعمل فيهم ايه من الالمان. ازاي بقى؟ ازاي بتعيدوا وبتكرروا نفس المأساة؟ والظلم اللي انتوا شايفين انه ظلم اللي عاملين عليه افلام وبتستعطفوا العالم كله باللي حصل لكم من الالمان، انتوا بتعملوه في الفلسطينيين بكل دم بارد. ازاي اللي يعني مش كنتوش قابلينه على نفسكم، انتوا قابلينه على ناس تانية وبتحتلوهم وبتعملوا فيهم نفس اللي اتعمل فيكم؟ يعني مش عارفه هل ده مرض نفسي مثلا؟ الناس دي كلها مرضى نفسيين فعايزين اللي اتعمل فيهم يعملوه في ناس تانيين فيحسوا ان هم بقوا كويس. انا مش قادره بصراحه اعرف، مش مستوعبه ان حد حصل له حاجه زي كده وبيحكي للعالم كله بيستعطفوا على المأساة اللي هو عاشها، ان هو بينفذها مع ناس تانيين بنفس الواي، ومش شايف ان هو بينفذها. لا هو اكيد انتوا عارفين انتوا بتعملوا ده. انا الفيلم شفته امبارح يا جماعه، هو اللي بيحصل لهم هم اللي بيعملوه في الناس. فانا مش قادره افهم. واكيد ما تقولوليش ان سبب ديني عشان هم بقى دينهم بيقول لهم النيل الفرات والهري ده، لان انا مش شايفه ان في حاجه دينيه، او ان هم ساميين فاعلى من البشر فيعملوا كده في البشر. فاللي عنده سبب او يعرف الناس دي تعمل اللي اتعمل فيهم ليه يقول لي. يعني انا من امبارح مش مستوعبه.